انت عارف ان 80% من سيدات مصر بيتعرضوا للتحرش كل يوم، وفي الاخر ترمي اللوم على البنات. كفاية بقى يا محسن، كفاية تبقى منافسة. وخليك فاكر، بنات بلدك دول هم امك واختك وزميلتك وجارتك. بايدك تحافظ عليهم، وبايدك تبهدلهم وتبكيهم. أستاذ حناوي البراوي، علشان بيكره العنف جدا، تلاقيه شخصية مبتسمة للحياة، هادي، زي النسمة. بشوش، ودايما دايما بيساعد الناس. وطيب جدا، حنين، ومع الأطفال بيبقى ملاك. آه لو كل المصريين بقوا زيك كده يا أستاذ براوي. لا، حتى في أحلامك بتتخانق كمان؟ لا 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 لا، اصحى اصحى يا أستاذ براوي، اصحى من فضلك، نرجوك من فضلك ابتسم في وش الناس، وابدأ عامل الناس بحب علشان تلاقي فيهم حب. عارف لو كل واحد عمل زيك بجد هنعيش في جحيم. أستاذ براوي، نرجوك تبتسم. شحاتة ظلموني ليه؟ شحاتة مهتم جدا بالتكنولوجيا، متابع جيد لأحدث خطوط الموضة، وبيعرف ازاي يستغل الوقت. وبيعتز جدا بنفسه. غاوي رومانسية، وبيعرف ازاي يملى عينيها. وحبيبته ما كانتش طماعة، كل اللي طلبته منه هما دبلتين. والنهاردة راح يجيب الدبل عشان أخيرا حوش قرشين، بس وهو في الطريق شاف حاجة شدت انتباهه. شحاتة فكر كتير واحتار، وقعد يفكر ويحتار ويحتار ويفكر، بس في الآخر أخذ القرار السليم. فعلا قرر شحاتة انه يجيب الموبايل بدل الدبل. ربنا يكون في عون خطيبته. وطبعا لما راح يجيب الدبل وجه الوقت، وحبيبته سألته على الدبل. حبيبته احترمت تفكيره وتعاملت معاه
بروح رياضية جدا. بس هو مسكتش، قعد يتكلم في الموبايل. ما هو جديد. شحاتة قرر انه يتغير، ودلوقتي رايح لشركة طالبة موظفين جداد. بص في جيبه ملقاش غير أجرة العربية، وأخد قرار تاني سليم. لا فعلا قرار سليم جدا يا شحاتة. وطبعا اتأخر على الميعاد ولحق المدير وهو نازل. وأقنعه إنه يعمل معاه الانترفيو. وفي الانترفيو بدأ يظهر كل مواهبه، لباقة، حسن استماع، أدب وأخلاق. يعني من الآخر الراجل المناسب في المكان المناسب. والسي في بتاعه يشهد على كده: مهارات، خبرات، كمبيوتر، والوظيفة المطلوبة مدير عام شركة. وبعد كل ده المدير ما اقتنعش بمؤهلات شحاتة. بس شحاتة مسكتش. شحاتة استخدم اسلوب الشحاتة